تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس طوال الوقت. هذا ما فعله إمام عاشور مع جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك التي لطالما كانت حائط الدفاع والصد عن إمام عاشور وهو في أسوأ حالاته النفسية والمعنوية والبدنية، وفي أسوأ حالات عطائه الكروية داخل الميدان. وقفت جماهير نادي الزمالك درع وسيف تحميه وتدافع عنه وترد نيابة عنه السباب والطعن في الشرف وهتك العرض الذي كان يطول إمام عاشور من جماهير النادي الأهلي، التي لطالما وجدت متعة في تلقيبه بإمام عاشور. مبادئ زائفة النادي الأهلي وجماهيره: النفاق والخسة والخيانة. الخيانة، رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب خان رئيس النادي الأهلي الأبدي ومؤسس قيم ومبادئ النادي الأهلي صالح سليم. وكلنا عارفين الخطيب بيبو كان ولا زال بيكره صالح سليم. واسألوا هشام صالح سليم الفنان المشهور ابن الكابتن صالح سليم وتصريحاته الموجودة في كل مكان اللي بيتكلم فيها عن مدى كره وبغض رئيس النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب لرئيس النادي الأهلي التاريخي والأيقوني والأب الروحي والهليبيلي وكل هذه الألقاب الكاذبة الزائفة صالح سليم. تعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور ضربة موجعة لاسطوانة القيم والمبادئ المشروخة التي لطالما صدعنا بها جماهير النادي الأهلي الأكثر نفاقا على وجه الكرة الأرضية. نعم عزيزي المشاهد، فمن وجهة نظري المتواضعة جماهير النادي الأهلي هم المادة الخام للنفاق على كوكب الأرض. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. القهوة مرة لكنها بوش واحد، عكس الأهلوية اللي بوشين وبعد الأبديت الجديد بقوا ب3 و4 وشوش. يكفي انهيار المشجع الأهلاوي بينه وبين نفسه، انهيار الشخصية الهلامية، انهيار الاسطوانة، انهيار الكيان، انهيار الصنم الذي صنعوه من العجوة. ومع أول ضربة جوع ونداء استغاثة من المعدة أكلوا الصنم الذي صنعوه من العجوة. صنم النادي الأهلي صنم زائف، صنم لا يقل من تقييم الخسة والوضاعة والدناءة عن هبل ومناه. صنم النادي الأهلي الذي ساهم في تطويره وتشييد بنائه. رموز النادي الأهلي المنافقين الكاذبين أصحاب المصالح المرتشين، وساعدهم في ذلك أيضا بعض الإعلام الكاذب. صنعوا من النادي الأهلي صنما من عجوة وحجر ومبادئ كتبت على أوراق، يعني أنأى بنفسي عن وصفها. وقد تجد مناديل التواليت أنها ظلمت إذا قلت أن مبادئ النادي الأهلي كتبت على مناديل تواليت. عزيزي المشاهد الأهلاوي، لو جيت بعد كده اتكلمت معايا في قيم، في مبادئ، في أخلاق، مش هرد عليك، ولكن بالنعال سأراضيك وسأغلق فمك إلى الأبد. لأن الأهلاوي
الذي سيتكلم من اليوم وصاعدا عن الأخلاق والقيم والمبادئ هو منافق بجح بجح، وربنا يكفينا ويكفيكوا شر المنافق البجح. ووقت المصالح النفوس المريضة بتتصالح. الخطيب رفع عنوان اشتم صالح وتعالى خد لك 5 مليون دولار وهنتصالح. أنا يعني الصراحة حزين على حاجات كتير، أهمها والله أنا حزين على حال الرياضة المصرية. الرياضة المصرية اللي بقت في مهب الريح. نادي واحد كل مصر بتخدم عليه، وفي اللحظة دي وفي قبل ما اختم الفيديو مش عايز اطلع امام عاشور هو الخاين الوحيد، ولا عايز اطلع ادارة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي هم الوحيدين اللي بيتاجروا بالمبادئ الزائفة والاخلاق الحميدة الكاذبة. عايز اشيل المسؤولية كاملة مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك، وأمير مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور، وجميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وجميع أعضاء الجمعية العمومية. المسؤولية الكاملة في تسليم إمام عاشور للنادي الأهلي تسليم أهالي. نعم عزيزي المشاهد، مرتضى منصور سلم إمام عاشور للأهلي تسليم أهالي. وختاما، تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس طوال الوقت. ولنا لقاء في قادم المواعيد يا إمام يا عاشور، وخلي الكومبارس والدوبلير اللي وقف قدام التالتة يمين في البرومو التقديمي ليك ينفعك في قادم المواعيد.